ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بالف خير. في فيديو النهارده هنتكلم عن حب الذات. بصي بقى، هو ليه دايما بنكون طيبين مع الناس كلها الا نفسنا؟ يعني لو صاحبتك غلطت تقولي لها عادي حبيبتي كلنا بنغلط، ولو سقطت في ماده تقولي لها الدنيا مش واقفه على امتحان. انما انتي لا، جلد ذات طول اليوم. انا فاشله، انا مش بعرف اعمل اي حاجه، انا ضايعه في كل حاجه. هو ايه الازدواجيه دي حبيبتي؟ في فيديو النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهو ازاي نحب نفسنا بس بشكل حقيقي كده، من غير اي فلسفه زياده ولا كلام معقد من اللي بنسمعه الفتره الاخيره ده. حب الذات مش انك تبقي شايفه نفسك احسن من الناس، ولا انك تبقي بيرفكت طول الوقت. حب الذات ببساطة هو انك تعاملي نفسك بنفس اللطف اللي بتعاملي بيه مع الناس اللي بتحبيهم. يعني ايه؟ تغلطي عادي، تزعلي طبيعي، تقصري بتحصل، انت بني ادمة مش روبوت. حب الذات هو انك تبقي في ظهر نفسك حتى وانت واقعة. خليني اقولك مثال حقيقي. لو صاحبتك اتخانقت مع حد وكانت زعلانة هتعملي ايه؟ هتسمعيها وتهديها وتقولي لها انت تستاهلي الافضل وتستاهلي الاحسن، اوعي تزعلي نفسك ابدا. طب لما انت بتزعلي بتقولي انا استاهل، انا السبب، انا غبية، ده انا اللي عملت وانا اللي سويت. طب ليه؟ خلينا نبقى صراحة شوية. احنا تعودنا نقارن نفسنا بكل حاجة حوالينا. تفتح السوشيال ميديا تلاقي واحدة جسمها بيرفكت، وواحدة ناجحة جدا، وواحدة حياتها كلها سفر وخروجات، ومخك تلقائي يقولك انت مش كفاية، انت لازم تعملي وتسوي. تبدأي تلومي نفسك بقى. الصوت ده مع الوقت بقى طبيعي، بس هو مش حقيقي ومش طبيعي. لان ببساطة انت بتقارني كواليس حياتك بلقطات مختارة من حياة حد تاني. وفي جملة مشهورة قوي على السوشيال ميديا بتقول ما تقارنش كواليس حياتك بلقطات حد تاني مختارة. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انتي حرفيا مش هتشوفي حد طالع على السوشيال ميديا حبيبتي ومصور نفسه بعينه منفوخة ولسه صاحي من النوم، او وهو بيعيط ومنهار وفي أسوأ حالاته النفسية والجسدية، وهو قاعد اسبوع في السرير عشان تعبان. ما حدش بيصور الحاجات دي حبيبتي. مفيش حد بيصور غير حياته المثالية الحلوة اللي مفيش منها اتنين. عايزاكي ترحمي نفسك، محدش هيقسى عليكي قدك. طب نعمل ايه بقى؟ تعالي ناخدها واحدة واحدة. اول حاجة كلمي نفسك كويس، بدل ما تقولي انا فاشلة قولي انا بحاول ولسه بتعلم. صدقيني الكلمة اللي بتقوليها لنفسك بتفرق جدا مع الوقت. تاني حاجة بلاش مقارنة، انت ليكي رحلتك غير اي رحلة اي حد تاني. في ناس بتوصل بدري وناس بتوصل متأخر، بس كل واحد ليه وقته. تالت حاجة اهتمي بنفسك، مش لازم حاجات كبيرة ومصروفات كتيرة. انا عارفة انك مصروفك على قدك، وان انت متاخديش غير ميزانية قليلة جدا، ممكن كمان كل فين وفين. بس انت ممكن تعملي كوباية قهوة بتحبيها، شاور دافي، قاعدة لوحدك تسمعي فيها اغنية بتحبيها، مزيكا هادية ورايقة. حاجات صغيرة بتفرق جدا اكتر ما انت متخيلة. رابع حاجة سامحي نفسك. كلنا غلطنا في قرارات، في علاقات، في اختيارات، بس ده مش معناه انك تعيشي تعاقبي نفسك. في مقولة حلوة قوي بتقول اتعلم من الغلط بس ما تعيش جواه. ركزي كده في الجملة دي شوية هتعرفي انا قصدي ايه. غلطتي وماله، كلنا بنغلط، ايه المشكلة؟ الفكرة ان اتعلم من اللي انا غلطته علشان ما اكررهوش المرة الجاية. لكن ما تفضليش تعيشي دور الضحية، اصلا انا عملت وسويت، انا مكنتش مش عارفة الكلام ده كله، لان في الاخر الدنيا ما بتكافئش المساكين حبيبتي خالص. خامس حاجة بقى، اختاري الناس الصح. في ناس بتقعدي معاهم تحسي انك خفيفة وروحك حلوة ومبسوطة وعلى راحتك، وفي ناس تخرجي من عندهم حاسة انك مش كفاية، وحاسة انك مضغوطة ومزاجك مش احسن حاجة، معكرين مزاجك خالص. اختاري اللي يطبطبوا على روحك مش اللي يكسروها. وبصي بقى اهم نقطة، انتي مش محتاجة تبقي نسخة من حد تاني، ولا مستنية حد يقولك انتي حلوة او شاطرة. انتي كفاية زي ما انتي، كل عيوبك بكل تفاصيلك. دي مش حاجات تخبيها، دي حاجة انتي مميزة فيها. خلي صوتك لنفسك احن من صوتك على نفسك. فلو هتطلعي من الفيديو ده بحاجة واحدة، انك بداية تبصي لنفسك بنظرة اهدى واهم شوية. مش لازم تحبي نفسك 100% دلوقتي، بس ابدأي ب1% كل يوم، ومع الوقت هتلاقي نفسك بقيت الشخص اللي كان نفسك تبقي عليه. وبس كده حبيبتي، موضوع فيديو النهارده خلص. قوليلي رأيك في الكومنتس، ولو في اي تعليق اي حاجة حبيبة قلبي اكتبيلي وانا هاخد بالي منه وهعرض. والسلام.